إذا سألك شاب من شباب الجامعة المتحمسين اللي أحيانا بتشوفهم في المظاهرات اليومين دول، قال لك سيادة الرئيس بوصفك رئيس جمهورية مصر القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ما هو الضمان ألا يتكرر للقوات المسلحة المصرية اليوم ما حدث في 67؟ تقول له إيه؟ الضمان إن احنا بنحافظ على قوات مسلحة قوية مستواها التدريب عالي لمواجهة أي خطر يواجه البلد. دي أهم حاجة موجودة عندنا. وبنعمل احنا كمان حتى مناورات مشتركة مع الإنجليز ومع الفرنساويين ومع الطلاينة ومع الأمريكان. ودي بناخد فيها خبرة. برضه ما تزعلش مني، البعض من الذين يكتبون المقالات المتحمسين يقولون المناورات المشتركة مثل النجم الساطع، مثل مع الانجليز مع الفرنسيين مع غيره، فيها نوع من انتهاك للسيادة الوطنية. انتهاك للسيادة ليه؟ ده احنا اللي بنوافق واحنا اللي بنرفض. ما حدش بيقول لك لا في مشروع. طب ما احنا بقالنا سنتين ما بنعملش مشروع. من مصلحتنا ان نعمل تدريبات مشتركة عشان نعرف اذا كان في تكتيكات جديدة، في اجهزة جديدة، نتعلم نشوف نعرف بره ماشيين ازاي. لكن نقعد ما نعملش تدريبات، ده لابد نعمل تدريبات مع السعوديين، بنعمل تدريبات مع دول كثيرة. ده علشان البحر الاحمر، لو عشان البحر الاحمر بالذات معلش التدريب بيدي خبرة. سيادتك لا ترى انه في هذا الامر في انتقاص للسيادة؟ لا اطلاقا، لانه لا جاي يحتل ارض ولا واحد عندي. ما هو الخيط يعني الفاصل ما بين الامن القومي المصري وما بين انتهاك السيادة الوطنية؟ يعني ايه فين ان انا اتعاون مع ده لكن فين اقول لا؟ لا، اذا كان عاوز ياخد قاعدة ويقعد عندي حد اقول لا. اسالك سؤال جاوبني عليه حتى بالصمت اذا كانت الاجابة عشان ما الزمكش بالاجابة. لو انت اديت للغرب او لدولة ما كبرى قاعدة هنا، تبقى بكرة افضل زعيم ديمقراطي؟